علمونا في المدرسة إن الثقة في النفس الزيادة تكبر، وإن التواضع لما واحد كبير يضربك بالقلم تديله وشك التاني عشان يديك بالقلم تاني. ده مش تواضع يا صاحبي، ده مازوخية. لما أنا أكون واثق في نفسي دي مش حاجة تعبني خالص. لما أنا أحس بقيمتي دي مش حاجة تعبني خالص. لو أنا مش هحس بنفسي وادي نفسي قيمتها مين هيديني قيمتي؟ لو أنا مش هحس بجنون العظمة مين هيديني جنون العظمة؟ لو أنا مش فخور بنفسي مين اللي هيبقى فخور بيا؟ لازم يا ابني يا حبيبي التكبر ده مش بعيد كل البعد عن الثقة في النفس. الثقة في النفس حاجة والتكبر حاجة تانية خالص. إنك تكلم الناس كأنك شاريهم ده تكبر، واللي اشتغل عند الناس هيعرف الموضوع ده كويس. اللي بيكلمك بطريقة فيها فانتازيا كده وإنه شايف نفسه فوقك ده تكبر. ولكن لما تتكلم بثقة وتقول أنا عملت، أنا سويت، أنا عملت، أنا بنيت، ده مش تكبر. الثقة في النفس لما تقول أنا عديت بكل المخاطر دي لوحدي ده مش تكبر، ده ثقة في النفس. أو المجموعة من الناس دي أنا لما انضميت ليها زودت قيمتها، ده ثقة في النفس مش تكبر. التواضع يا حبيب قلبي إنك ما تتكبرش لما أجي حد يعلمك حاجة. صدقني التكبر أكتر غلطة ممكن تعملها في حياتك وهتوديك في 60 داهية. مثلا عارف قصة بلاك بيري؟ هافهمها لك. عارف التليفون؟ أكيد شُفت التليفون ده قبل كده أو كان معاك. التليفون بيبقى فيه كيبورد كده زي الكيبورد بتاع الكمبيوتر بس في تليفون. التليفون بيبقى قد كَف الإيد كده. التليفون ده كان ثوري ساعتها، وكان مكسّر مع نوكيا كمان. كانوا ماسكين الدنيا قبل ما يطلع أيفون وأندرويد والحاجات دي. وللأسف الشركة دي حاليًا أفلست. إيه السبب تخيّل؟ التكبُّر. صاحب الشركة لمّا إجى عرضوا عليه نظام أندرويد قال لهم أندرويد إيه يا جدعان؟ أنا بيعدّي مليارات. أندرويد إيه بس اللي استخدمه وغيّر نظامي؟ لأ، أنا هافضل زي ما أنا. التكبُّر خسّره ملايين وخلّى شركته تفلس. نفس حوار نوكيا، تكبّرت على الأندرويد وما رضتش تمشي مع ثورة التاتش زي ما بلاك بيري بالضبط. وده بيعلّمك حاجة، اوعى تتكبّر على التعلُّم، أنت مش كبير على التعلُّم. طول ما أنت شايف نفسك مش محتاج تتعلّم فأنت جاهل. سأظل جاهلًا ما دمت أدّعي المعرفة. يعني هافضل جاهل طول ما أنا فاكر نفسي أفضل واحد وأكتر واحد فاهم. أنت مش أكتر واحد فاهم. وبالدليل إنك داخل تتفرج عليها دلوقتي عشان تفهم حاجة معينة. ولو أنت كنت متكبر وتقول مين ده اللي هيفهمني إزاي أبقى عندي ثقة في نفسي؟ أنا كده كده عندي ثقة في نفسي. فأنت دلوقتي ما كنتش بتسمعني. وأنا كمان على فكرة يا جماعة باتفرج على فيديوهات وباقرأ كتب. أنا ممكن أقول ده هيفهمني يعني إزاي أعمل كذا؟ لأ طبعًا، لازم تقرأ، لازم تشوف فيديوهات، لازم تتعلم. أنا باتعلم وباشوف فيديوهات. ما حدش كبير على التعلم، ما حدش فاهم كل حاجة، ما حدش فاهم في كل حاجة. حتى العباقرة والعلماء. هو العالم عالم في حاجة معينة، عالم في الفيزيا مثلًا، عالم في الكيميا. يعني مثلًا أينشتاين ما كانش عالم في كل حاجة، كان عالم في الفيزيا. أنت فاهم حاجة؟ نيوتن كان عالم في الجاذبية، ما كانش عباقرة وعلماء في كل حاجة. ما حدش فاهم في كل حاجة. التواضع إنك تسيب واحد كبير يهزّقك. لأ، لو واحد هزّقك امسك طلّع دين أمه. كبير صغير طلّع دين أمه مهما كان. طلّع ميتين اللي ييجي عليك. كبير صغير قصير طويل افشخه. حتى لو تتضرب، أيوه اتضرب. هيكون أهون على كرامتك من إنك تتضرب وأنت ساكت أو تشتم وأنت ساكت. قوم شِد معاه. قوم شِد معاه حتى لو هتتضرب. أنت فاهم قصدي يا صاحبي؟ أقسم بالله ما تسيبش حد يهين كرامتك. مثلًا أنا مثلًا كنت باخد عند مدرس كده، أنا باستجدعه عامةً يعني. بس الفكرة إن هو بيحب يتراشن أوي. بيحب أوي يبان إن هو جامد بقى أصل هو صغير فاهم. فيحب يتراشن قدّام البنات. فالمهم إيه، واحد صاحبي معدّي فقام مدّي له بالشالوت كده على طيزه. فاللي هو أنا المشكلة إن أنا معدّي بعده فاهم. فاللي هو هيعمل نفس الحركة بقى وبنات تضحك دمك خفيف أوي يا ابن فالمهم إيه، أنا جاي أعدّي فقُلت له: "لأ باقول لك إيه الكلام ده مش عليّا." وما أعرفش إيه. وكنا ماسكين فقام ماسكني كده حاضنّي وبتاع وقام شايلني. فالمهم قُمت خبطه كده واحدة undertaker وقُمت قام سايبني. قعدنا نشِد مع بعض كده كهزار فاهم. كل ده كهزار. بس الفكرة في إيه يا صاحبي، إن أنا وصّلت له رسالة إن أنا مش عبيط. فاهم. مش هتمِد إيدك عليّا واسكت لك فاهم. هو ما أدّيش أصلًا بس أنا ما ادّيتش له فرصة إن هو يمِد. ما ادّيتش فرصة إن هو يهزّ أصلًا أنت فاهم. وحتى لو كان عملها ده كان هيبقى ليلة أمه سودا فاهم. حتى لو هاتضرب عادي. بس أنا حكمت صدّيت معاه يعني وما عرفش يعمل حاجة في الآخر. قعدنا نهزر وبتاع وشخرت له بالغلط والله سحبت له واحدة كده فاهم. وقمت ماسك تحت باطي كده وبتاع.
يعني المهم عادي يعني صالحته بعدها قُلت له أنا باهزر معاك يعني وما أعرفش إيه، أنا اتضايقت بس من الحكاية ديّة، هو زي أخويا يعني والله باستجدعه أوي. فالمهم إيه، ما تقللش من قيمتك مهما حصل، اعرف قيمتك يا صاحبي، إحنا اتخلقنا أشرار، إحنا اتخلقنا أحرار، ما حدش مالك حد، ولو أنت شغال عند واحد بيعاملك كعبد، أنا كنت زيك أقسم بالله كنت شغال عند ناس بنت متناكة، أقسم بالله ولاد وسخة. أيوه، وأنا هم ولاد وسخة، آه، لمّا واحد يعاملك كإنّك عبد ويقول لك أنت بالنسبة لي 200 جنيه والّا بالنسبة لي 150 جنيه فأنت ابن وسخة يعني لو أنت فضلت شغال أنت فاهم، ما تشتغلش مع حد يا اسطى بيعاملك عبد، أنت أقسم بالله أنت لو شغال في شغل بيدّيك نُص لو كنت بتشتغل عند واحد بيعاملك كإنّك عبد أحسن، المعاملة يا صاحبي ما لهاش قيمة ما لهاش قيمة يعني لا تُقدّر بثمن، يعني أقسم بالله يا صاحبي أنت لو شغال عند واحد بيعاملك كويس وبيدّيك فلوس قليلة أحسن لك ما تشتغل عند واحد بيهزّق أمك، وبيطلّع عين أهلك، وبيقلل من قيمتك عشان فلوس، ولو أنت بالنسبة لك عادي فأنت خَوَل، أقسم بالله، لازم يبقى عندك اعتزاز بنفسك، مهما حصل ارفع راسك لفوق، اوعى تبُص في الأرض كده، ارفع راسك لفوق، ثقتك في نفسك لازم تبقى فوق، هافهمك حاجة يا صاحبي، في كتاب يا صاحبي بيقول لك إيه، كتاب اسمه 12 قاعدة للحياة، 12 قاعدة للحياة، الكاتب بيرتسون، أول قاعدة من ال12 قاعدة للحياة تخيل إيه؟ تخيل يا صاحبي، ابسط كتفيك إلى الوراء وارفع رأسك، أول قاعدة للحياة، فلو أنت واقف لي كده ونازل دماغك للأرض ما افرد ضهرك يا حبيبي فاهم، على رأي إسلام كابونجا، افرد ضهرك وارتاح وما تمشيش تاني بسلاح، لازم تفرد ضهرك دايمًا، دايمًا فارد ضهرك، أنا بس عامل كده عشان أقرب من الكاميرا، يعني أنا لو عملت كده فاهم أنت مش هتشوفني أصلًا فاهم، فلازم آآ كده يعني، فالمهم بس فارد ضهرك ما تبقاش مقتّب يعني فاهم، فافرد ضهرك دايمًا. وعشان صحتك برضه مع الوقت هتلاقي في أتب ده ظهر لك كده ولوحين الكتف عملوا كده فاهم، وتنزل الgym لو أنت عندك المشكلة دي، وحتى لو مش عندك المشكلة دي انزل الgym. استشهد بقى بالحكاية ديّة يا صاحبي لكائن عايش في أعماق المحيط، أقسم بالله يا صاحبي قصة حكاية جامدة أوي، أنصحك تقرأ الكتاب ده، كتاب جميل أوي. بس المهم بيتكلم عن الاستاكوزا، هاحط لك صورتها دلوقتي عشان لو مش عارف إيه الاستاكوزا دي، هي اسمها باللغة العربية الكرنك أو الكرنك مش فاكر اسمها إيه بالعربي بس هي اسمها عندنا في مصر الاستاكوزا. المهم الاستاكوزا ده يا صاحبي لقوها كائنات بتحب يبقى عندها منطقة نفوذ، يعني إيه منطقة نفوذ؟ مثلًا أنت لو أب وفي بيتك فدي منطقة نفوذك، دي المنطقة اللي أنت بتسيطر عليها، أي حاجة في البيت بتمشي بأمرك، بتمشي بنهيك، فاهم قصدي؟ ما فيش حاجة بتمشي من تحت إيدك، هي دي منطقة نفوذك، فاهم؟ أوضتك مثلًا لو أنت لسه مش أب يعني، أوضتك هي دي منطقة نفوذك، فاهم؟ كل حاجة أنت بتعملها بمزاجك، كل حاجة أنت بتنام بتصحى كده، فاهم؟ هي دي منطقة نفوذك. أي إنسان في كوكب الأرض عنده منطقة نفوذ حتى لو متر في متر، فاهم قصدي؟ فلقوا إن الاستاكوزا دي بيتحاربوا وبيتصارعوا مع بعض على مناطق نفوذ، مثلًا حتة من الأرض كده 2 استاكوزات ما أعرفش اسمها إيه، استاكوزا المهم ذكر الاستاكوزا هو اللي بيحارب على منطقة النفوذ، فيروح يحارب ذكر تاني من الاستاكوزا، يحاربوا بعض وبتاع لحد ما في الآخر واحد فيهم ينتصر. اللي بينتصر تلاقيه فارد ضهره أقسم بالله مش باهزر معاك، هاحط لك صورته دلوقتي، هتلاقيه فارد ضهره ورافع إيديه كده أهو، وعنده طبعًا اللي هي الحاجتين بتوع الاستاكوزا دول، وعامل كده أهو يا صاحبي ماشي كده أهو، وفارد ضهره ورافع راسه لفوق، وتلاقي اللي خسران عامل كده أهو ومنزّل اللي هي الدراعات بتاعته عاملة كده أهو، ومنزّل راسه وماشي كده أهو مكسور، وطبعًا يا صاحبي المكسور واللي مقتّب وماشي كده، تلاقي ما فيش أنثى الاستاكوزا خالص بتقرّب له. وأنثى الاستاكوزا تقعد تمشي تبحث عن ذكر كسبان وعنده منطقة نفوذ وبتحاول تغريه عشان يتجوزوا وبتاع ويمارسوا مع بعض وكده. فشُفت أهمية إنك تبقى فارد ضهرك ورافع راسك بتدّي إنك كسبان، أنت متخيل؟ يعني الفطرة بتاعة الحيوانات إن اللي عامل كده وفارد ضهره وواثق في نفسه ده اللي كسبان، واللي عامل كده ده خسران، حتى لو أنت مش خسران فعلًا، بس بتدّي إيحاء للناس إنك مهزوم وخسران وفاشل، فأنت صدّقني
أنا ما باقولكش اتعلم لغة جسد بقى، ولو حكيت في ودنك يبقى أنت ضعيف جسديًا، ولو ما أعرفش كده يبقى عندك ضعف جنسي، لأ ما لهاش علاقة خالص، ده اللي بيقول لك كده يعني قُل خُد. فالمهم، هي الفكرة إنك تبقى فارد ضهرك وقاعد عادي وما تقعدش بقى تقعد تعمل كده وكده والشغل بتاع الجربانين دول، لأ أنت تبقى قاعد عادي خالص وتفرد ضهرك برضه عشان تعمل لي كده، وأنت مش قاعد في المدرسة يا صاحبي، اقعد عادي وامشي عادي فاهم؟ الفكرة إنك ما تصغّرش حجم جسمك، بمعنى إنك ما تبقاش قاعد كده مكتِّف إيديك فاهم، وعامل لي كده، أنت كده مصغّر حجمك فاهم، لكن الراجل بيبقى قاعد كده فارد ضهره وعامل حاطط إيديه جنبه زي الراجل، فاهم قصدي؟ هو ده الراجل، بس. أتمنى أكون استفدت يا صاحبي، ده كان كل حاجة، اعمل لايك وسبسكرايب لو استفدت، والفيديوهات اللي فاتت صدّقني هتفيد لمعلوماتك وهتفيد من قيمتك، وبس، سلام.